في أنهي شابتر من حياتك؟ انا في ازمه منتصف العمر. مش ايوسين كمان، أصلا دي اشاعه. بجد ما تهزرش. انا ما كملتش تعليمي. والله. أنت عارف إن أنت ممثل شاطر من جواك؟ لا، انا عارف ان انا ممثل عظيم. أصلا اه. بس ده إحساسك بجد؟ كل الاسر فيها خلافات، مش بس فقدت ابويا، انا فقدت صديقي صدوق، يعني اقرب واحد ليا كصديق. ده اتجوزت 5 مرات. وليه ندمت؟ لاني عملتها 5 مرات وبرضه ما عرفتش اكون اسره. انا معتزل من 14 سنه، وان شاء الله هبقى هخرج وهنتج، فهقدر ابقى كمان اضافه للسينما المصريه ان شاء الله. يعني ده اللي انا بامله يعني. حامد الفيشاوي. عندي 43 سنه. اوكي. وعندي مشكله ان انا في نص حياتي. أسألك سؤال وترد عليه بصراحة، ومش هنعتبرها غرور ولا إيجو ولا حاجة. أنت عارف إن أنت ممثل شاطر من جواك؟ لا، انا عارف ان انا ممثل عظيم. أصلا اه. ده ممكن إحساس. اطلع غلط على فكره، بس يعني انا ده احساسي. بس ده إحساسك بجد. و... و... وده إحساسك ظهر من دلوقتي ولا من أول أنت بتبدأ، ولا وأنت في بدايتك خالص، ولا أنت عايز تبقى ممثل؟ لا، ده من حوالي 3-4 شهور. في حاجة حصلت خلتك أيقنت أنت ممثل شاطر؟ لقيت عندي الحمد لله افلام كتير بانواع مختلفه كتير، فقلت ايه ده جامد جدا، هايل. والجمله اللي بتقال دايما ان احمد فيشاوي يعني انا مش عارف دي بتبسطك ولا ممكن تضايقك، اندر ريتد، او انا هقول لك الكلمه اللي بتتقال ممكن تكون غلسه شويه، موهبه مهدره. شايف كده؟ لا نهائيا خالص. انت لغايه كاريرك لغايه دلوقتي بافلامك بمسلسلاتك بادوارك، انت شايف ان ده صح ويبقى لغايه هنا ده وضع ده تمامي. ده تمامك ده تمامي. يعني ممكن برضو يعني استرسل معاك انه ساعات حد يقول لي ما تفكر بقى تبقى تطلع بره بقى، تروح هوليود بقى ولا تمثل في يعني كده يعني فاقول له انا رحت بره خلاص. يعني لانه طالما انا عملت منتج من صناعه بلدي وراح اتعرض في تورونتو فيلم فيستيفال او لندن فيلم فيستيفال او مالمو فيلم فيستيفال في السويد، وانا عندي افلام كتير راحت فعلا مهرجانات حول العالم كله. خلاص انا كده مرضي، لانه افلامي بقت مش جوه بلدي فقط، بقت بلاد تانية بتقدر تشوفها، فهكذا بنعرف بعض اكتر من السينما. فبالعكس، فانا شايف ان خلاص انا بقيت انترناشونال بسبب صناعة بلدي. مفهوم. مفيش وقت من الاوقات حسيت ان انا ضيعت كام سنه او انا حصلت بيحصل؟ اوكي. انا ضيعت سنين، بس كنت بعمل ادوار حلوه وقتها كمان، تخيل. اوكي. فدلوقتي انا فايق اكتر ان انا اعمل ادوار احلى ان شاء الله. انت بتستمتع مبسوط يعني. بتستمتع بالشغلانه جدا، ولا الموضوع ده خس شويه عندك خلاص بقى شغلانه؟ كتمثيل خس كتير. بس هو اصلا انا يعني انا الشغف بتاعي يعني الحلم بتاعي ان انا ابقى ورا الكاميرا بخرج. يعني انا فعلا بحب الاخراج اكتر من اي حاجه. وطول ما الوقت بيعدي بحس ان انا بحب الاخراج اكتر من التمثيل، وبحس ان التمثيل ده شغلانه صعبه جدا 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 ومرهقه جدا جدا. مرهقه جدا، ده حقيقي. فعشان كده لما اخرج انا هدلع الممثلين بتوعي والكاست بتاعي جدا بزياده. مش هتبقى بتجز زي المخرجين؟ بالعكس، ما عشان انا عارف بقى المقاسي. تخرج لمين؟ تحب تخرج لمين؟ اي حد. طب انهي جونرا؟ اي جونرا الا الرعب. بجد؟ عشان انا بخاف من الافلام الرعب.
يعني بخاف اعملها وبخاف اتفرج عليها يعني فليه وليه نخاف؟ يعني ليه انا اروح ادفع فلوس واكل فشار واشرب سلاش وكراميل وملح ولا وبتاع وارجع وارجع البيت بقى افتح الابواب واقلق ولما الاقي الحته ضلمه خير ليه؟ يعني انا شايف ان صناعه السينما الرعب دي لازم تنتهي من الدنيا اصلا، ملهاش اي لازمه. بنخوف بعض ليه؟ فانت ما عندكش مشكله تخرج لاي حد عربي او اجنبي؟ تحب بره ولا مصر؟ لا انا بحب اي حد بيعرف يمثل، واعتقد ان كل الناس بيعرفوا يمثلوا. كل الناس حتى اللي مش ممثلين؟ طبعا لو معاهم مخرج زيي يفهموا الدور، يتكلم معاه في تون صوت هيمثل. التفاصيل دي هتفرق او تحس ان يعني تون صوته جاي منين، الشخصيه عامله ازاي، كل ده انت بتحب بالظبط. بس مش همليه، مش موضوع كاميرات. لا مش همليه. بس اي حد يقدر يمثل. اوكي. انترستنج ان انت الناس كلها في العادي بتحب الظهور قدام الكاميرات، انت عايز ترجع عايز ارجع اتنسي. كل ما اتنسي اكتر كل ما يبقى احلالي بجد. طبعا. انت كل ما هرتاح اكتر. انت زهقت من الشهرة؟ انت شهرت بدري. فزهقت منها جدا من وانا طفل يعني. زهقت. علشان انهي نوع من الضغط اللي بيضايقك في الشهرة؟ الضغط وانت خارج وانت سهران وانت في مكان، ولا في الشارع، ولا الناس اللي بتتصور، ولا الناس اللي انت مودك مش حلو بس في نفس الوقت تبقى عايز تقابل الناس لذيذ؟ انهي دايركشن؟ بص، هو في تو دايركشنز. اول واحد قالها لي ابويا الله يرحمه استاذ فاروق الفيشاوي الفنان القدير. قال لي بص يا احمد، انت لو هتمتهن المهنه دي يبقى لازم تعرف ان انت مش ملك نفسك، انت ملك الناس. انت مش بتاع نفسك، بالعكس شخصيتك انت بتاع الناس. طبعا. لان انا بحب الحريه جدا وبحب اعمل اي حاجه في اي وقت تيجي على مزاجي طالما مش باذي حد. اوكي. وده مكمل في شخصيتك واضح. ده مكمل، بس ابتدى يتخنق مع الوقت، بيتخنق اكتر واكتر. فدي اول حاجه ابويا قالها لي. ده لما مثلت مع استاذ فاتن في وجه القمر. اوكي. بعدين خالي برضو من كذا سنه قال لي حاجه تصدم اكتر. قال لي بص يا فيشاوي، انت طالما فتحت باب الشقه وطلعت رجلك بره يبقى انت في الشغل. ففكرت فيها شويه، قلت فعلا، لانه انا ما ينفعش انزل مثلا بقميص عليه حاجه بقع. ما ينفعش البس جزمه ما اقطع. فاهم قصدي ايه؟ وانت ساعات لانه مين هيقابلك لما تطلع من البيت؟ الجمهور اللي بيحبك. فلازم يشوفك زي هو ما يتخيلك واحلى. فده بيعمل لك قيد على حياتك الشخصيه. وده يفسر ان انت دايما مش الشخص اللي بيحب الساحل والحياه دي، بتروح لسينا والجبل والنجوم وتبقى مع نفسك. بالظبط. وممكن مثلا حد مثلا ما اروح بارتي ما فيهاش مصريين كتير، او رايح مثلا مع 2 صحابي مصريين بارتي مثلا ناس استرال مثلا او كده، يقولوا انت منين؟ اقول لهم انا من نيويورك. واقعد اضرب الانجليزي بتاعي وكده اوكي. وبعدي. بمناسبه الانجليزي ومناسبه انت شخص برضو في حاجه عندك في شخصيتك انترستنج شويه. انت شخص فيري ويل اديوكيتد من عيله اهله تعبوا في مصاريف واسره ماديا ويل اوف وناس مبسوطين، بس انت عندك ميكس كده في شخصيتك حلوه. ثانك يو. تشيرز. عندك ميكس في شخصيتك كده ان انت فاهم ده وهارش ده، ومش بس انت احمد فيشاوي الايوسين الفنان ابن الفنانين، لا هو انا مش ايوسين كمان اصلا، دي اشاعه. بجد ما تهزرش. انا ما كملتش تعليمي. والله دبلون. انت ده النظام ده مالين. انا درست سنتين بس، عملت 4 سنين جامعه. اوكي. بس من اطولين. ما كملتش تعليمي. اوكي. حرفيا عملت 2 سنين معهد فنون مسرحيه. اوكي. وفشلت، فرحت بيزنس في جامعه في الدقي. اوكي. كانت امريكيه وفاتحه وقفلت. 2 سنين درست بيزنس، وبرضو ما درستش السنتين الاولين، فهم 4 سنين على بعض، بس انا ما كملتش تعليمي لا في دي ولا في دي. ومعهد فنون مسرحيه ده دخوله مش سهل وامتحاناته مش سهله وحاجه قاسيه جدا جدا. بس انت شاطر في نفس الوقت في ده. شاطر وعندك كان معايا مخرج.
يعني الدكتور اشرف زكي، ربنا يمسيه بالخير بقى. كان 97. اوكي. يعني وانا جاي داخل المعهد كده. اوكي. فكان هو كنت بروح له البيت وكان بيمرني على المشهدين اللي همتحن بيهم لدخول المعهد. فكان يعني ما كنتش لوحدي. يعني دكتور اشرف زكي استاذي طبعا وصديقي. كان بيمرني، قعد مرني شهرين عشان كان نجحت من اول مره. فعارف لو ما كانش معايا مخرج زي ما كنا بنقول في الاول، ما اي حد يعرف يمثل، صح، بس محتاج مخرج حد يوجه. طيب رجوعا للموضوع ان انت بتعرف تعمل كل حاجه، انت يعني مش كل حاجه لا يعني قصدي اقول يعني ان انت لا في ادوارك يعني وفي شخصياتك وحتى في كلامك وفي حواراتك انت بتعرف تأدبت مع الناس اللي قاعده معاك، ناس بسيطه انت بتبقى معاك اللانجوج بتاعتهم، ناس ولو في اجانب الصوره ليك، كل حاجه انت بتعرف دي جات لك من الشغلانه ولا انت طول عمرك منتشر؟ لا هو انا دائما يعني طول عمري شقي وبتنطط وبتكسر وبقع من فوق حاجات وبعمل حاجات متهوره جدا من وانا طفل. عاشر ناس مختلفه كتير. عشان برضو ابويا وامي. يعني انت اول دور عملته يعني مش من اول دور، من اهم الادوار، شاب شعبي في اسكندريه، وكان دور عفريت السيالة. عفريت السيالة، وكان دور الناس كلها قالت هو ده الفيشاوي بتاع وجه القمر، الولد الديسنت اللذيذ اللي كان كاركتر صعب جدا وكان الناس كلها استغربت شويه يعني. فعشان كده بقول لك ان انت من صغرك عندك وكان معروف انها مش اسكندراني. فانا قفشت الاكسنت بالظبط الحمد لله، وذاكرت كويس واشتريت لبس من نفس الاماكن اللي الشباب دول من السيالة بيشتروا منها اللبس. وقعدت في السيالة حوالي 3 أسابيع قبل ما نصور، كنت عايش في السيالة. لا هو اصل حتى محمد دياب لو تعرفوا اساله، كان بيجي لي الشقه دي اللي كنت قاعد فيها في السيارة. محمد دياب. اوكي. ففرق معاك الدور ده قوي؟ بتحبه جدا. دايما بيتكلموا عنه لغايه دلوقتي طبعا. اولا طبعا كلنا عارفين يعني في المهنه انه الورق اهم حاجه. يعني if it ain't on the page it ain't on the stage. مش يعني ايه كده، لو مش مكتوب على الورق كويس يبقى مش هيبقى على، ما نقدرش نوريه على خشبه مسرح او حتى فيلم او كذا. مظبوط. فالورق استاذ اسامه انور عكاشه، المخرج استاذ اسماعيل عبد الحافظ، فانا جيل انا فاهم، انا بيضه ذهب فاهم قدامي. فاهم قصدي ايه؟ عندك ورق اسامه انور عكاشه واسماعيل عبد الحافظ بيوجهك وين سيتويشن زي ما بيقولوا. ما بيجيلكش حاجه شبه كده اليومين دول خالص؟ لا بيجي لي ادوار شعبيه. لا بس مش شبه مغاوري. لا خالص. انت شايف ان انت كاحمد الفيشاوي قصه تستحق ان هي تتحكي للناس؟ لا مش دلوقتي خالص. اوكي. ايه اللي ناقصها؟ اللي ناقصها ان انا اعيش، لو ربنا اداني عمر لحد يبقى عندي حاجه و80 سنه وفضلت اعمل انجازات لحد زي اللي انا الحمد لله انجزتها في فنيه بس الفاتي. اوكي. طب انت في انهي شابتر من حياتك، لو احنا افترضنا ان احنا بنتكلم عن كتاب قصه حياه احمد الفيشاوي لغايه دلوقتي، انت في انهي شابتر من حياتك؟ انا في ازمه منتصف العمر. يا وعدي. يا سيدي قلت له مزعل ليه؟ اصلها حلوه. بس انا في الحالتي انت مش عايزين نقول سن يعني، بس انت حسيت ان ليه نقول سن ليه؟ انا مش ممثله. انا الاربعينات غيرتك شويه؟ احمد الفيشاوي. عندي 43 سنه. اوكي. وعندي مشكله ان انا في نص حياتي، ودي الازمه اللي عندي هي بتاعت منتصف العمر اللي بتيجي لمعظم الناس يعني. الاربعينات هدتك ولا خلتك شويه عايز عندك انرجي ان انت تلحق تعمل حاجات اكتر؟ لا هدتني كتير. اوكي. وده اعتقد حاجه كويسه. ودي ايه؟ حاجه كويسه عشان ما يبقاش شكلي متصابي يا عمرو في الشارع. ده هو السؤال، انت كده هديت. تخيل بقى. تخيل. احلم. اوكي. بس انت بتندمش على حاجه؟ بحس كده. لا الحمد لله. يعني الغلط بحاول اقول يا رب يسامحني واحاول اتعلم منه، ما ندمش عليه، اتعلم منه. اوكي. طب لو بدأنا في اول شابتر خالص في حياتك، شابتر الطفوله، انت اسره فنيه، اتولدت في عيله
مشهوره والناس بيحبها وعندهم نجاحات كبيره، بس في نفس الوقت كان في خلافات في بيت زي البيوت. الخلافات دي تحس ان هي فادتك ولا ضرتك؟ اولا هو الحقيقه ان انا ما كانش في اي خلافات بتحصل لا قدامي ولا قدام اخويا عمر الفيشاوي بجد؟ اللي هو اصغر مني ب6 سنين. اوكي 6 سنين. اوكي. عمر مونتير. انا عارف كلمته قبل كده في حلقه عشان اخد منه معلومات. احنا اتقابلنا في فاهيتا وتقابلنا في اس ان ال وهفكرك قلنا ايه لو انت فاكر قلنا ايه. انت فاكر انت قلت لي ايه وانا قلت لك ايه؟ اكيد قلت لك بحبك. وانا كمان قلت لك بحبك، دي قلناها، دي معروفه. اوكي. لا مش فاكر. طيب انت كنت عايز تقول افيه في الاخبار. اوكي. لما هيتكلموا عن الافلام، فكان في وقتها الموسم بتاع اخر ديك في مصر. ايوه. والقرد بيتكلم. اوكي. وعلي معزه وابراهيم. انت فاكر كويس جدا. انت طلعت وقلت يا جماعه بصراحه ده الموسم مليان حيوانات. خالد قال كده وانت قلت له فعلا ايوه الموسم ده مليان حيوانات فعلا. اصل دي كانت اول حلقه ليا في اس ان ال. دي حقيقه. ما انا عارف. وبعدين ثبتوك من الحلقه دي. ثبتوني بعد كده. مش حلو عليك بالظبط. لا انا فاكر كويس. اللي انا فاكره ان انا جيت قلت لك هو انا اهزر عليك عادي؟ قلت لي يا مان انجوي. بالظبط. انت قلت لي الجمله بالذات، يعني قلت لي بقول لك ايه، انا عايز اقول لما اقول لهم احمد الفيشاوي هنا لما يسالوا عن القرد بيتكلم. لما انت قلت ان ذا برستيج ايوه بالظبط وناو يو سي مي افلام حلوه. انت ازاي فاكر كده؟ انا مش فاكر السكريبت. لا انا فاكر الحلقه دي بتاع حافظ حقيقي بالذات الاخبار بتاعتكم. ايوه مظبوط. مسخره دي اللي كان فيها. وانت كنت دايما بتبعت لي وتشجعني والله في على موضوع الفيديوز اللي بعملها وبتاع. شرفنا يا فندم. اتنين زلط. فانت قلت لي اقول لما اقول لكم الفيشاوي هنا تقولوا لي هسالكم فاهق. فانت جيت قلت لي هتزعل او انت هتتضايق يعني. فقلت لك قولها. بصيت لي كده قلت لي يا انت سهل كده عادي. قلت لك قلت لي شكرا رحت نازل. بس احنا قلنا النهارده تاني. وهنقولها كل لو اتقابلنا بعد 10 سنين في فيلم ولا حاجه. لا احنا قلنا اتفقنا انت هديت خلاص بعد ال40. طيب نرجع للاسره. انت بتقولي ما كنتش بتعيش خلافات خالص، مش بتشوفها نهائيا يعني. كل الاسر فيها خلافات. بس ما اعرفش ازاي ابويا وامي عملوها دي. بس انا واخويا عمرنا ما شفناهم بيعلوا صوتهم على بعض، مش بيتخانقوا. اوكي. مع انهم كانوا بيتخانقوا مظبوط وزي اي بيت ممكن يعلوا صوتهم وهكذا، بس امتى؟ بعد ما ننام. فواحنا اطفال ما شفناش اي خناقه ولا حتى زعيق. اوكي. فانجاز يعني عملوه طبعا. وبعدين كبرنا بقى وهم نفسهم ما بقوش يتخانقوا مع بعض. اوكي. ما كنتش بتستفيد من الطرفين؟ يعني انا عارف ان الطرفين بيحبوك قوي. ايوه وانا كنت طبعا بستغل ده وبستفيد منه جدا. حتى في الفلوس. بس انت اخد 100 من هنا و100 من هنا. انت اقرب لمين؟ لابويا. الشخصيه. وفي العلاقه. عشان يمكن احنا رجاله زي بعض. اوكي. واحنا عندنا المثل الشعبي القديم اللي هو ان كبر ابنك خويه. فابويا عامل كده فعلا. اول ما ابتديت ابقى مراهق عاملني كصديق برضه. مش الشخصيه يعني هو ماي بيست فريند. يعني انا مش بس فقدت ابويا، انا فقدت صديقي الصدوق، يعني اقرب واحد ليا كصديق. ده انت دايما بتقول كده ودايما، وده اللوحظ يعني في الفتره دي، وقد ايه انت اتاثرت صحيح بفقدانه. وكأن يعني انتوا ما كنتوش عاملين حساب اليوم ده. طبعا. لا انا ولا هو فعلا معاك حق. وهو كمان الله يرحمه ما ماتش شيخ كبير يعني. حصل يعتبر في السن يعني. في الرجاله عامه يقول لك حتى لو حاجه و70 سنه انت لسه عندك، ممكن يبقى عندك 15 20 سنه انت لسه شاب يعني. وكان بوزيتيف لاخر وقت جدا، لاخر لحظه. كان بوزيتيف وهو بيتغسل يعني. فانت اقرب منه للحب ولا اقرب للشخصيه؟ كحب وكشخصيه اقرب يعني، قريب ليه ان انت بتحبه، مش بتحبه اكتر كده؟ ما حدش ينفعش نقول مفيش مقارنه. مفيش مقارنه. بس وهو كمان اعتقد برضه الله يرحمه، هو برضه فاروق مش التقليدي، مش الاب التقليدي، هو برضه فاهم ولافف. هو انسان مش تقليدي. هو كانسان يعني كل ما تعاشره اكتر كل ما تكتشف ان هو يكاد يكون كائن فضائي مثلا او حاجه كده. لان هو مش تقليدي في كل حاجه يعني. كان اكتر حد انترستنج تشوفه في حياتك. اوكي. ولافف وداير برضه، فعارف الشباب بيفكروا ازاي. العالم كله ده عارف شوارع اوروبا. كان في مارجن بينكم للبوظان مع بعض في الخباثه؟
يو كتير. اوكي. ووالدتك بقول لك كانت بيست فريندز ماي مان. بس ده كان من غير ورا الوالده طبعا. طبعا. استاذ فاروق الله يرحمه لو كان موجود دلوقتي تفتكر كان هيبقى الكونفرسيشن بينكم عامل ازاي؟ بتتكلموا في ايه؟ هنبقى بنقول نكت يعني بس. بلس 18. انا مش عايز ابح يعني. اكيد ها؟ ما تسخنيش. لا خلاص. اوكي. وكان هيبقى راضي عن اللي انت واصله لغايه دلوقتي في كاريرك، ولا كان يقعد بقى عايز يتكلم معاك في حاجه ويشد في حاجه ولا؟ دلوقتي هو راضي جدا. بس من حوالي 5-6 سنين انا فاكر كنت بعمل ولاد رزق. اوكي. ففي وسط التصوير كان عندنا وقفه، فكنت عنده في المزرعه. فانا بتمشى على البول كده وجالي مكالمه ورجعت الصاله، فبعدين رجعت ببص لي كده قال لي ايه ده؟ بصيت عليه كده قلت له ايه في ايه؟ قال لي ايه ده كرشك؟ قلت له اه. قال لي يعني ايه كده ما ينفعش؟ قلت له لا يا باشا انا بعمل دور. فقال لي لا يا حبيبي، فات سوت، بدله تخينه، انت ممثل فت. انت راجل شغلانتك ان انت تبقى فت زي الموديل كده. عايز بقى تتخن يعملوا لك بدله تخينه زي ما احمد حلمي عمل مع استاذ شريف. عارفه استاذ احمد حلمي طبعا. شريف اكس لارج. قال لي دي الطريقه كده، انت مش تمام كده، انت ما تنفعش. فهو دلوقتي انا بقيت انفع. هو مبسوط دلوقتي اكيد، بس وقتها ما كانش مبسوط. في ناس لما بيفقدوا عزيز بيغضبوا منه، بيزعلوا منه كأنه هو السبب، ودي بتحصل، دي حالة نفسية بتحصل لناس، ان هو كأن انت ما حسيتش عليا دي يا عمور والله. ساعات لما بيبقى حد صديقه قوي وبتاع، انت ازاي سبتني ومشيت؟ انت لا ده ايه، وفين قضاء ربنا وقدره والحاجات دي؟ انت كنت ساعتها في التركيز ده، قضاء ربنا وقدره. امال ايه؟ ما احنا كل حاجه بتحصل في حياتنا لسبب، لحكمه معينه. مساحه الحريه اللي انت كنت واخدها في طفولتك دي فادتك؟ جدا. لانه لما بقيت اتشهر بقى كشخص منفرد عن ابويا وامي، بقيت اعرف اتعامل، لان انا متعود وانا صغير. اوكي. وتديها لاولادك اللي هي الحريه؟ طبعا. بنفس الاسلوب اللي انت اخدته من اهلك؟ طبعا، اللي هو جرب وقع وجرب تاني وقع وقوم تاني وجرب حاجات تانية بس ما يعني لازم تفضل تقوم تاني. اوكي. يعني مهما وقعت. طب سؤال بقى متعلق بطفولتك برضو، اللي انت فيه دلوقتي ده جزء من احلامك وانت صغير؟ طبعا جزء كبير. اوكي. يعني اول ما ابتديت تمثيل خلاص، يعني قلت انا عايز بقى اكمل واعمل اعمال كويسه وتسلي الناس واعمل حاجات مختلفه عن بعض وكده. اوكي. وانت الشهره ما كانتش فارقه لك عشان الشهره كانت موجوده اصلا؟ كانت موجوده. اوكي. من وانا طفل. اوكي. والاستقلاليه الماديه كانت فارقه لك ان انت تبقى؟ كتير. اوكي. كتير، لانه يعني معظم الناس اللي اهاليهم عامله فلوس او اغنياء بيعتمدوا على اهاليهم لاخر لحظه، يعني حتى يمكن لحظه الجواز، حتى لو الجواز عنده 40 سنه اعتمد على اهله برضه. صحيح. فانا كان عندي العكس الحقيقه، لان انا انا ابتديت اعمل فلوس من 97. اوكي. من المسرح ده اول ما ابتديت امثل، بعدين ابتديت اتشهر 2000. اوكي. وبعدين ابتديت اعمل فلوس على 2004. فجبت عربيه مش هقول نوعها ايه، بس هي كانت عربيه موديل السنه. اوكي. وكانت سودا وكانت حلوه، كانتش غاليه قوي، كانت حاجه في النص كده. اوكي. بس بتاعتك جايبه فلوسك. وجبت شقه في كومباوند، كان لسه مفيش حاجه اسمها كومباوند اصلا. اوكي. سنه 2004 دي. اوكي. كان لسه يعني كانت في الشيخ زايد. اوكي. واستقليت عن اهلي وانا عندي 23 سنه، وكان عندي عربيه وشقه بفلوسي من شغلي. اوكي. احساسها مختلف. انا كان ممكن اعتمد هو طبعا. يعني ممكن يكون مصروفك اكبر من اجرك اصلا مثلا. ودي كانت الحقيقه اصلا بقى. بالظبط. طب في صفه من طفولتك لسه موجوده فيك لغايه دلوقتي؟ تقريبا معظم الصفات الحمد لله، الا ان انا طبعا
اشتم اصحاب ابويا وامي بامهم وابوهم وانا عندي 6 سنين، وهم فريد شوقي وعادل امام ومحمود ياسين، بس انا مش مستوعبهم. طبعا. فبقول له يا ابن كذا. اصلا واحنا قاعدين على البسين في سياج بيراميدز اوتيل كان في اخر الهرم هنا. اوكي. واخد بال سيادتك؟ فكان استاذ محمود بقى مكسل طبعا، يقوم يضربني او يقفشني يناولك، يقول له حوش ابنك عننا يا فاروق. حوش ابنك عننا يا فاروق، ما ينفعش كده. انتوا كنتوا كانوا اصحاب الفنانين كل الاسماء الكبار؟ مش كلهم لا، بس هم كانوا يعني شله كده معينه، ومع الوقت ابتدت الشله دي تتفكك، بس ايه لسه برضو بيودوا بعض، بس كل طبعا حد بقى في وادي واولادهم، والعيال بتكبر، ما بقى العيال بتكبر بقى واولادهم كانوا صحابك؟ بس احنا كلنا نفس العيله. يعني احمد الله يرحمه، احمد هيثم، احمد زكي حبيبي، وعمر متولي ومحمد عادل امام واحمد السعدني، وانا وكده برضو نفس يعني اتربينا في نفس البيوت فعلا. فاحنا اصدقاء من احنا اطفال، بس انا اكبر واحد فيهم، انا اللي بوزهم. انا الشيطان مبدئيا. لا. عشان بقول لك هي تصريح تصريح جديد، انا الشيطان. I'm Lucifer, I am the devil. لا احنا خلاص، احنا اتفقنا ان بعد ال40 خلاص. شابتر تاني مهم برضو في حياتك، ملايكه بقى. شابتر ملايكه. شابتر الجواز. للاسف. ليه؟ ندمت. شفت بقى، مش بقول لك ما ندمتش على حاجه، اكشن انت فكرتني بقى بموضوع الجواز ده. اتجوزت 5 مرات. اوكي. هو في ناس بتقول 5 وفي ناس بتقول 6. وفي حاجه مستخبيه. لا انا مش ناس. انا بقول لك الحقيقه. انا اتجوزت 5 مرات رسمي بمأذون بكل حاجه، عمري ما اتجوزت عرفي ابدا في حياتي. وليه ندمت؟ لاني عملتها 5 مرات وبرضه ما عرفتش اكون اسره، فندمت ان انا حاولت من احلامك تكون اسره؟ كان نوت اني مور. بالعكس دلوقتي بقى انا شايف انه افكك اسره. ما احبش خراب البيوت، ما تقولش كده، بس يعني افكك افكك اسره فعلا. لو شفت اسره مش ماشيه معاهم لا انت طب تصدق ان انا من اسبوع بقول لواحد صاحبي انت لازم تطلق مراتك. الموضوع بايظ خالص. حسيت ان انت لازم اقول له لاصحابك انبساطك الحالي. دلوقتي مرتاح اكتر بكتير. يعني حتى في حاجه برضو الناس بتقولها عامه، وكان بيتقال لي كده من اقرب ناس ليا يعني، بس مش من ابويا وامي ولا كده، بس يعني انت هتموت، ممكن تموت لوحدك. يعني مثلا لو حصل كذا، مثلا لو ما بقناش مع بعض انت هتموت لوحدك وما فيش حد هيبرك، بلا بلا بلا. بعدين بفكر في الموضوع بقول دي حلوه دي، اموت لوحدي كده من غير احفاد عمالين يتنططوا وعايزين شوكولاته اصلا، ومش هاممهم ان انا بموت ومش فاهمين اصلا بموت. اوكي. وناس بقى جايه تزور رايحه وناس جايه وبتاع ودوشه حواليا. ليه؟ مش عايز دراما. انا اموت مع نفسي كده لوحدي حلو كده، خفيف خفيف، ربنا يرحمني وخلصنا. ليه بقى اموت وسط عزوه بقى؟ ما انا هموت يعني. اوكي. مش يعني بيتلموا عليا ليه وانا هموت كمان يومين او يعني ليه؟ لا هو كده مش هتحس بحاجه، بس لا طبعا. هو الفكره بس ان انت لما جربت الحياه مع نفسك دي حبيتها اكتر بكتير، على بالي اهدى احلالي. اوكي. والصحاب؟ الصحاب انا طول عمري ما عنديش صحاب كتير، يعني صحابي من ايام المدرسه والجامعه معظمهم هم. اوكي. ما بتدخلش حد جديد؟ لا خالص. اوكي. يعني نادرا. اوكي. انت عندك صداقه تصنف غريبه شويه، محمود حميد، استاذ محمود حميد. ايوه. ايوه. هو اكشلي مش غريبه، لان هم زي ما قلت لك الناس دول كانوا يعني شافونا واحنا اطفال حرفيا رضع يعني. محمود حميد ده وعادل امام مثلا شالوني وانا رضيع حرفيا، عندي 2 و3. فهو مش بس في مقام عمي، وهو عمي فعلا. اوكي. بس هو كمان صديقي الصدوق طبعا، يعني بعد فاروق الفيشاوي. ده ربنا يخليه لنا بقى، ده الوحيد اللي فاضل لي. لا واقول لك بمناسبه محمود حميده، عشان الحلقه دي ما تملش، احكي لك حاجه لذيذه قوي. بنحكي في كل حاجه مبدئيا. اوكي. هو انا بحسه شخصيه صارمه. لا هو بيتكسف وعنده حياء مش طبيعي، الناس بتفتكرها صرامه وتناكه فعلا. اوكي. بس لما تعرفه اكتر هو فاكك عادي، فاكك جدا. فكلمني من حوالي 1.5 سنة 2 كده، قال لي بقول لك يا احمد انا عندي مشكله. قلت له ايه يا ريس؟ ايه يا مولانا؟ بص اطلع لك اي حد يزعلك في شيء.
فقال لي بيجي لي ادوار ميتين بس. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني نور يموت يبعتولي، فاروق يموت يبعتولي، محمود يموت يبعتولي. اعمل ايه يا احمد؟ محمود عبد العزيز يموت يبعتولي، انا بيجي لي ادوار اموات فقط. قلت له معلش يا ريس، ما دي سنه الحياه، ربنا يخليك لينا، اقبل اقبل ايه يا ريس، كل مفيش غيره. كل ايوه هو الوحيد الباقي. ربنا يخلينا. فبقول له خش يا ريس، هتعمل ايه؟ كل عيش. يعني كمل اللي اصحابك يعني يسموه. اوكي، فانت فكره الحب دي انت قافلها اصلا، ولا ممكن يجي بقى زي ما بنقول كده، يجي البنت اللي تغير فكر احمد الفيشاوي وتخليه من اللي قاعد لوحده؟ مفيش كده؟ لا مفيش الكلام ده خالص، انساه خالص من دماغك. ما بتتأثرش ولا الهوا. مفيش بنت تشوفها تقول لا، بقيت بلا احساس. اوكي. قافل الباب في الباب ده يعني. يعني لا عايز اورط حد معايا، ولا عايز اورط نفسي، ولا عايز ابقى مسؤول عن شخص. اصل خلي بالك، انت لما بتتجوز الشخص دي، مراتك دي روح انت مسؤول عنها على فكره، زي ما تجيب كلب او قطه. انا مش بهزر. اوكي. بس بجد القطه دي مش هينفع تاكلهاش مثلا، ما تجيب لها، ما تدلعهاش، تجيب لها مثلا شيرز في الشتاء تلبسها لها وتصورها وبتاع وتنزلها على المنصات الالكترونيه وكده. اوكي. فانت دي تعمل مساج. فدي روح بالنسبه لك. انا حضرتك بروح سبا في كليب بتعمل مساج فيه، بيعملوا لهم مساج اصلا يعني. اوكي. فانت دي روح انت مسؤول عنها، فاهم قصدي؟ قدام ربنا. قصه طويله. مش بس روح، عندك بقى عيله تانية تماما، وولاد عمام تانية، وولاد خلان تانية، اوكي. يعني قصه عويصه جدا. فانا بالنسبه لي كشخص ما قدرتش اعملها. اوكي. وده فاليد بالنسبه لك ان ينفع؟ لانه حسيت انه انا لما بقيت لوحدي فعلا بقيت اقول ايه ده، طب ما ده احسن بكتير. اوكي. يعني فكره اصلا ان انا اصحى من النوم واعمل كده، تلاقي حد ما الاقيش راس جنبي، دي حلوه دي. فتقلب بقى براحتك. بقى بروح بقى، فاهم؟ مش شقلب في السرير، واخد بالك؟ اوكي. طب مش وحشك البيبيهات والاطفال والحاجات دي خالص؟ مش انت مش الشخص ده؟ لا انا الحمد لله تيتوس، اللهم صل على النبي، عنده 13 سنه. اوكي. ولينا عندها 21 سنه، بنتي الكبيره. وابني الالماني عنده 13. فانا تمام، عندي عيال وكبروا تمام. عديت المرحله دي خلاص، فانت تمام. انا في ازمه منتصف العمر. بس انت العلاقه بينكم عامله ازاي مع تيتوس او لينا؟ العلاقه لذيذه جدا، لان انا برضو اتعلمت من اهلي كده. ده كنت عايز اقول لك، ما نقول لك ان احنا لما العيال يبتدوا يستوعبوا ويكبروا، ما نعاملهمش بارنتس بس، ما نعملهمش كاباء بس، او كاباء وامهات بس، لا نعملهم كاصدقاء. احكي لك، ننزل نخرج هكذا. لينا واخده منك ايه انت واخده من باباك؟ لا لينا مش قوي، هو تيتوس اللي واخد من رؤى كتير. اوكي. الفرفشه الفرفشه بقى والنعنشه، هو ما شاء الله طلعت زي جده زي القمر. اوكي ما شاء الله. ولعيب يعني. باين بدري. اوه. نتكلم في شابتر الشغل شويه. انت اتكلمت لي شويه عن موضوع الاخراج قبل ما نتكلم في كده. في مشاريع اصلا اوريدي بتيجي كده، او في مشروع في دماغك نفسك تخرجه، ولا هي بس فكره؟ هو انا عندي فيلم، وده ان شاء الله يبقى اول فيلم ليا، فيلم طويل. اوكي. اسمه الحب من اول عضه. Love at first bite. اوكي. ده هيبقى مصاص دماء. اوكي. على كوميدي، على رومانسي. اوكي. بطولتك واخراجك؟ لا انا كبرت على الدور، مش بقول لك ازمه منتصف العمر. يا حبيبي يا احمد، يا حبيبي يا احمد. انا دلوقتي بفكر في مالك وداش وكده. الجيل الصغير. بفكر في هدى المفتي، يعني مالك وهدى المفتي. اوكي. ومحمود حميده طبعا، هو عشان عندنا انت بتلعب دور مفيش غيره بقى. ما انا هجيب مين؟ انت بقيت هجيب استاذ محمود عبد العزيز منين دلوقتي؟ الله يرحمه. يعني بقالي سنين ان شاء الله هعمله. وعندي يعني عندي شطات، عارف ان انا هعملها ازاي. متخيلها يعني متخيلها، بقالي سنين بتخيل وبحضر الفيلم ده. وان شاء الله ربنا يكرمني كده واقعد في البيت سنتين عشان احضره، وبعدين اعمل فيلم خطير ان شاء الله. انت دارس ولا بالخبره الاخراج؟ بالخبره. بس انت بتتكلم من ايه؟ انت بتتكلم خبره من 87. او من مدارس قديمه ومدارس جديده. 87 سنه في الاستوديوز وفي المسارح. وانت كمان نفسك اشتغلت مع مخرجين مهمين. الحمد لله، تقريبا كلهم. معظمهم. اوكي. فيلم ولاد رزق بالجزئين الاولانيين
انت كنت بتمثل بمزاج، واعتقد ان انت افدت الفيلم والفيلم افادك جماهيريا ونجاحا وكده. صحيح. الناس تساءلت شويه في الثالث. انت اتفرجت عليه؟ لسه، بس طبعا ده ما يعني ماست واتش، فيلم لازم يتشاف، اكيد عايز تتفرج عليه. انت ما عندكش مشاكل مع لا حد؟ نهائيا. فعلا موضوع ان انت كنت مشغول. انا كنت بصور فيلم اسمه السيستم. وده اول اخراج الاستاذ احمد بنداري. اوكي. مخرج شاطر جدا، انا بحب طبعا. الفيلم ده شخصيا طبعا. بحبه جدا. فيلم انت نزلك السيستم وعادل مش عادل وبنقدر الظروف. بس وقتها انا كنت بصور السيستم. اوكي. واحمد بنداري كان بيقول لي فيشاوي روح اصلا. بيقول لي فيشاوي روح اسبوع. اقول له مش هقدر اسيبك. يعني ضميري بيحتم عليا، انت بتعمل اول فيلم ليك. اوكي. اقول له هتقف تفضل عامل ايدك على خدك مستنيه لما ارجع من السعوديه. قلت له توقف فيلمك ليه؟ وبعدين انا على ذمتك دلوقتي. اوكي. فاستأذنتهم، قلت لهم يا جماعه ادوني اسبوعين كمان او حاجه. يعني لان انا مش هقدر، انا بصور. قولي لا لازم اسافر حالا. طب فين السكريبت؟ مفيش. طيب مين مضى؟ ما حدش مضى. طب هنعمل كلها حاجات مجهوله. انا بالنسبه لي لا يمكن امضي ولا ورقه ولا حرف الا لما بقاري انا بمضي على ايه. تعمل ايه؟ أوكي. مثلا ممكن حد يختلف معايا، حد يقول اوكي، بس انا ما بعرفش اللي هو يلا بسرعه وهوبا ونلحق ونلحق تايسون فيوري قبل ما يسافر عشان طيارته الساعه كذا، فاحنا لازم نعمل كده. فاعتذرت لاستاذ طارق واعتذرت لعمر، ومفيش بينا اي مشاكل بالعكس. يعني الموضوع مش زي ما انتشر ان هو مش اللي هو لا فيشاوي اسمك بقى ومين جاي ومين. انا قريت خبر غريب قال لك فيشاوي خايف من نجوميه عمرو سعد. قلت لها يا حامله انت كرييتيف، الشخص البنت دي اللي كانت جديد كرييتيف قوي. اوكي. انما ده مش ده خالص. مفيش اي مشكله خالص. هو كان فعلا الوقت كان مش لا اسعفني ولا اسعفه. وبعد النجاح ما بيفرقلكش. جود لك يا جماعه. بالعكس، انا على فكره انا برضو جزء من الفيلم ده طبعا. ما هو الفيلم ده لو عمل 10 اجزاء انا في جزئين منهم، وان شاء الله تكمل. واي نوت يعني بعد كده لو حصل ظروف مناسبه كويسه ومناسبه طبعا. واي نوت. اوكي. في شابتر حياتك ايه التويست اللي غير في حياتك؟ ايه بلوت تويست؟ انا ما عنديش بلوت تويست، او يمكن بتحصل لي على طول عشان كده الفيلم عمال يعمل كده. فاهم شقلبه، انا عايش شقلبه. البلوت تويست تقريبا بيحصل لي مثلا 2-3 بلوت تويستس في اليوم. وبتأدبت عادي بقى خلاص. مفيش حاجه خضتك؟ مفيش حاجه غيرتك؟ لا الحمد لله. اوكي. لو واحنا بنكتب اي عمل بيبقى انت كمؤلف تعرف ترجع لاي شابتر تعدل فيه، تشيله كله على بعضه، تغير حاجه في الحدوته. في شابتر من حياتك لو تقدر تشيله وتلغيه وتنسيه للناس تعمله؟ لا نهائيا. عشان كده هبقى انا بشيل حته من نفسي او بشيل حته من الخلق اللي انا تكوينك. ربنا خلقه لي. اوكي. بتخاف من ايه؟ ما بخافش الافلام الرعب. بجد عامله لك مشكله، عامله لك هي والفشار اللي بره خصوصا بقى لو معايا فشار اتخض والفشار يقع. لا بس ليه؟ يعني في اجوبه زي ناس بتخاف من الفقر بعد فتره كويسه، في ناس بتخاف بعد الشر عليه الفقر ده نسبي. مرض بخاف من الفقر ده نسبي. احنا فقراء بالنسبه لناس كتير. يعني ممكن انا مثلا واحد ثروته مثلا 30 مليار دولار. اوكي. لو مثلا بقى معاه 10 مليار دولار بقى بفقر. اوكي. لا هو يعني فاهم قصدي يعني بالنسبه له بالنسبه يعني الكونسبت بتاع ان هو نزل في طبقات كتير، غير بيته وغير عربيته، باع حاجات. بالظبط. اعتقد ده جزء من الحياه، ما ده الرزق. مستعد له نفسيا؟ طبعا. يعني الرزق ده اصلا ما فيهوش نقاش. يعني ما اعرفش اقول لك مثل بلدي شويه، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. فانت يعني حاجات زي كده يعني. بس المهم تكون مستعد له. انت حاسس انت مستعد له نفسيا لاي طوارئ حصلت؟ طبعا لازم تبقى فايق لها. وتعرف تشتغل حاجه بره التمثيل؟ اقدر اخرج. اوكي. واقدر ارقص. اوكي. واقدر اغني راب وشعبي. انت مختفي شويه من الغنى الراب.
بعمل حاجات كده اندر جراوند محدش يسمعها تقريبا. بجيب 2000 مع 5000 فيو ساعات. بس لما بجيب 15000 فيو ببقى اللي هو انا بس انت من اول الناس اللي بداوا السكه دي. انا اول واحد اكشلي بدرس بالظبط. وفقدت الشغف. لا بالعكس، انا بحب الراب جدا. أوكي. انا بروح الاستوديو على طول بجد؟ يعني على الاقل مثلا مره في الشهر، مره كل شهر ونص اروح اسجل اغنيه، اقعد مع طاهر كده. تسمع حد من شباب جداد رابرز؟ تقريبا كلهم. اوكي. يعني مروان موسى، مروان بابلو، ابو الانوار، ويجز، كل ده. في ليل فري، رامي سوداني، دافنشي رابر سوداني، اي جي تروث رابر سعودي، اوكي. اليونج رابر سعودي، ريندر رابر سعودي. يعني بقيت اسمع بس ما بسمعش راب امريكاني خلاص، لان المصري والسوداني والسعودي غطى على التراب الامريكاني. لو اوكي. تسمعهم اكتر، عيال بتعمل مزيكا تحفه، جامدين جدا. واخدين بقى القافيه العربيه بتاعتنا، واخدين المقسوم والرق وده ومكسينه بالهيب هوب. فعامل حاجه احسن من امريكا دلوقتي. امريكا عملوا حاجه اسمها تراب، اللي هو اللي نزلوا 20 ليفل من اللي كان بيعملوا The Notorious B.I.G. او امينيم او توباك او دكتور دري او ما الى ذلك يعني. اوكي. بتعيط بسهوله؟ ممكن. اوكي. غير افلام الرعب، ايه بيعيطك؟ لا افلام الرعب ما بتزعلنيش، بتزعجني، بتقلقني. هنلغي الجنرا دي، هنلغيها. يا ريت. ايه ممكن؟ مش اي لازمه، فلوسها اعتقد فلوس مرميه في الارض. ليه بتخافوا؟ هاتوا الفلوس دي انا اعمل لكم فيلم كوميدي. بس انت فيلمك عيار ناري شويه في كده. عيار ناري عيار ناري هو اسود قوي يعني، وفي شويه سسبنس ورعب واضاءه وكهرباء سيكا بس مش لدرجه انه عارف بقى. مش بخ يعني. لا ما بحبش البخ انا خالص. بتعيط بايه؟ من ايه؟ حساس قصدي اصلا. ايوه في الحته دي اعتقد ده جزء برضو من عشان انا برضو مولود فيا موهبه الفن وانا فنان وكده. الفنان ده المفروض ان هو يبقى حساس. ده حقيقي. بس انا ساعات ببقى زياده شويه. بس يعني مثلا ساعات ببقى اللي هو بالذات في حاجات لما ما عنديش حيله، ما لا باليد حيله. يعني مثلا بقالي اكتر من 20 سنه بعيط على اللي بيحصل في فلسطين ومش عارف اعمل اي حاجه. فعلا بتتاثر. بقالي 20 سنه بعيط. اوكي. يعني بتأثر جدا، بس في الآخر ساعات ببقى مش اوكي خلاص عيطت وبعدين ايه اللي حصل ولا حاجة. اوكي. لما بتتأثر بموقف زي مثلا فلسطين، ربنا ينصرهم يعني، بتبطل تتفرج ولا بتتفرج؟ ما اتفرجش اصلا. بطلت؟ مش قادر؟ لا ما اتفرجش. يعني عمري ما اتفرجت وعمري اتفرج. بس يعني لان انا يعني ده انا كده انا مش بتفرج. لو اتفرجت انا هنتحر. انت اي حد عنده قله حيله او اي حد مظلوم بيصعب عليك؟ ممكن ولو انت اتظلمت تعيط؟ لا انا ممكن اعيط عشان حد اتظلم، بس انا ما تاخد حقك. يا باخد حقي يا بسامح. يا دي فعلا. سهل تسامح جدا مهما كان الموقف. مهما كان الموقف او الغلطه. بتواجه لو حد زعلك بتروح تقول له؟ ولا بتعلم عليه وخلاص؟ لا بواجه طبعا. بحس ان انا لو علمته خلاص يبقى نفاق، يبقى هو ما استفادش حاجه. انت كمان عايز تفيده. ما انا لو قلت له غلط ويمكن يغيره او غلط. يعني هي وجهه نظر مش اي حد يقدر يعملها، لان انت هتبقى عندك موقف من حد مش عايز تشوفه، مش تكلم، مش عايز تنصحه، مش عايز تشوفه اصلا. لا مش عايز اشوفه اكلمه واقول له، بس هو لازم يعرف. او يعني الشخص ده اللي قدامي اللي غلط لازم يعرف الغلطه فين، عشان لو عرف يصلحها مع غيري يصلحها. انت عارف ان في اي فيلم او في اي قصه الفيلن مهم لضبط الروايه. اكيد. في فيلن في قصتك شرير؟ لا. ما عداش عليك اشرار؟ بقول لك. طب انا تاني اشر واحد شفته في حياتي. بس انت طيب انت طيب انتوا مضحوك عليكم. لا انت طيب. شفت انت اهو. طب ما هو ده بيرد على السؤال الثاني. انت شرير في قصه حد؟ اكيد انا متاكد، بس ما اعرفش في قصه مين. في كام قصه وفي كام روايه في كام جزء. اوكي. اجزاء. بتؤمن بالنهايات السعيده في القصص؟ اكيد. انت دلوقتي في حاسس ان انت
رايح للنهايه السعيده في شغلك وفي حياتك، ولا انت اوريدي حققت جزء منها؟ لا 100%. انا متاكد ان انا ماشي في طريق صح، وان شاء الله هوصل اللي انا عايزه. بتكلم على الفن يعني. اوكي. عن مهنتي يعني. وانت بتكتب قصتك انت بطل الحدوته؟ اعرفش اكتب وانت بتتخيلها؟ ماشي. ايه الصفه اللي انت تحب تحطها في بطل حدوتك؟ الصفه الاساسيه ان هو يبقى شجاع. وايه الصفه اللي تحب تشيلها؟ ما اعتقدش ان انا احب اشيل اي صفه لو بنتكلم يعني عن الدور مصاص الدماء اللي انا عايز اعمل فيلم عن مصاصين الدماء. ما اعتقدش هبقى عايز اشيل برضو منه حاجه. مش عايز تشيل صفه سلبيه، عايز تبقى عادي. بالظبط. بس مصاص الدماء ده رعب برضه. بس هو هيبقى على كوميدي وعلى رومانس، ومش هيبقى فيه نقطه دم. دي الحاجه اللي انا يعني دي الحاجه اللي انا بحارب فيها، انه اخليك تصدق ان ده فيلم عن مصاصين الدماء من غير دم. اوكي. هيبقى يعني PG-13 فوق ال 13 سنه يعني، العيله كلها. مش كبار يعني. اوكي. لا بالظبط. اي قصه واي روايه واي بطل بيبقى عنده تارجت. ايه تارجت احمد الفيشاوي؟ هيروح في داهيه. انصحه بلاش. عايز يروح فين؟ بلاش. ممكن يتوه، ما يعرفش يجيبه تاني. عايز يحقق ايه طيب؟ يعني مثلا حد مش فاهم. انت لو انت بطل روايتك وبتكتب، هتخلي التارجت ايه؟ ما انا مش عارف، ما اقدرش ارد على السؤال ده، ما اعرفش اكتب. فمش عارف. نفسك في ايه احمد الفيشاوي؟ نفسه يحقق ايه؟ انا يعني اعتقد لحد دلوقتي انا حققت كل اللي انا نفسي فيه فعلا. وان شاء الله لو ربنا اداني عمر احقق حاجات اكتر. يعني انت راضي عن كتابك وروايتك جدا؟ 100%. 100%. الحمد لله. في عندك حلم بتفكر فيه مع نفسك من صغرك او قريب او وات ايفر، وبتتكسف تقوله للناس عشان ما حدش يتريق عليك؟ لا خالص. مفيش حاجه حتى بقى امثل بره، اروح في حته اعمل حاجه؟ لا. طب لو هتعمل قصه حياتك دي فيلم، حته فيلم، مين تحبي؟ مين؟ مش انت اللي هتعمل الدور، مين اللي يعمله؟ احمد مالك. ومين اللي يخرجه؟ انا طبعا. انت تخرجه. ولو عملنا اغنيه مين اللي يغنيها؟ عندي اختيارات ولا ايه؟ براحتك. ومروان موسى. عايزها راب. اوكي. طب تهدي الكتاب ده لمين؟ أنهي كتاب؟ كتاب قصتك. انت في الاول بتكتب، اي مؤلف بيكتب وهو بيهدي حد بيكتب في الاول اهداء لحد، تهدي لمين؟ انت فاهم انا ما بعرفش اكتب صح؟ مش خيالا ان قصتك هتتعمل كتاب او تتعمل موفي وتنزل، فتحب تهديها لمين؟ تعزم مين في العرض الخاص؟ مش عازم حد لان انا مش هروح اصلا عشان بقى مبقاش في اي تنظيم. وهنسه بقى الناس دي تطلع على الارض، ايه، ويقعدوا يسقفوا بقى كل ما يسمع حد يطلع وليله. مش هتعزم حد في العرض الخاص خالص، انا مش هروح اصلا. بطلت تتفرج على نفسك اصلا؟ تبت. لا تبت بعد الموقف اللي حصل بتاع العرض الخاص؟ لا تبت عامه بقى مواقف ياما. بعد اي عمل ما بتتفرجش؟ لا على نفسي في عمل ممكن لو العمل عجبني يعني. انا ممكن فيلم مثلا ابقى انا فيه، لان انا لما بتفرج بنسى الشغلانه. بنسى الراكور وبنسى فعلا بنسى كل حاجه. اكني واحد ما يعرفش حاجه، اكني واحد عمره ما شاف استوديو في حياته. فعلا. والله. فبستمتع بجد. فالفيلم حتى لو انا فيه لو مش عاجبني بشوفه مره وخلاص. اوكي. ولو الفيلم عجبني ممكن احطه في الكلاسيكيات بتاعه المكتبه بتاعتي واشوفه ان شاء الله 50 مره. فيلمك انا فيه او مش فيه، قصدي الفيلم نفسه. لو في افلام انا بحبها اتفرجت عليها 50 مره وانا مش فيها. ايه من افلامك بتحبه؟ بحطها في المكتبه ممكن اتفرج عليه كتير. ايه من افلامك بتحبه؟ الحاسه السابعه مثلا ما ازهقش منه، ممكن اتفرج عليه كل سنه مره. طبعا علامه، اصل هو غير كتير في السينما مثلا. نقله يعني. عندي كذا فيلم كده، وعندي افلام فعلا بتفرج. طبعا اتفرج عليه كتير. وفي افلام تانية ممكن مره اتفرج عليه لو ما عجبنيش قوي خلاص، حتى لو انا فيه ولا هيهمني. مين اللي حواليك رايه مهم مش تطبيل؟ يعني بتضمن ان ده هيقول لك الحلو حلو والوحش وحش؟ حميده بيتفرج ويقول لك. امي. استاذ سمير الفي. مش unconditional love. لا. وش وحش حلو قرف كده ايزي. اوكي.
انا انبسطت قوي. وانا انبسطت اكتر منك، وكنت عايز تقول ان انت انبسطت. انا انبسطت جدا والله. وانا انبسطت اكتر منك والله. فانت راضي تماما عن مشوارك، راضي عن كتابك؟ الحمد لله جدا. اوكي، في حاجه قريبه ولا انت في بريك؟ انا دلوقتي قاعد في بريك وبنتفاوض على فيلم، فادعي لي بقى ان شاء الله. مسلسلات ايه؟ انت مش غاوي؟ لا انا معتزل من بدون ذكر اسماء. انا معتزل من 14 سنه. ما انا فاهم طبعا. وبلاتفورم مش معناه سينما، يعني قصدي 8 حلقات او 6 حلقات زي ما بنقول، او بنقول يا جماعه ده فيها عندنا نفس المعدات ونفس الحاجات ونفس كل حاجه. لا، مش هتقدر تاخد نفس التفاصيل، وما عندكش الرفاهيه ان انت كصانع عمل ان انت تقعد مثلا ربع ساعه او تلت ساعه عشان تاخد شوت معين. لا، تمثيل يعني تمثيليه. عملنا حلقتين لازم نملى وقتهم. لازم هنتكلم اكتر ما هناخد تفاصيل صوره. فده مش زي ده. عنده نفس المكان، بس الفيلم مش مسلسل ومش هيحصل. صح. دي شغلانه ودي شغلانه ثانيه. صح. فانا الحقيقه تخصصت في العمل السينمائي، وان شاء الله هبقى هخرج وهنتج، فهقدر ابقى كمان اضافه للسينما المصريه ان شاء الله. يعني ده اللي انا بامله يعني. وانت حاسس ان المسلسلات ال 30 وال 15 وال 20 دي شغلانه تانية لازم هنملى. اقول لك حاجه، انا لو حد النهارده جه مثلا في نفس الليفل بتاع نجوميتي او شهرتي وقال لي اعمل مسلسل، اقول له بلاش تحرق نفسك. اوكي. ولو حد تاني لسه شاب بيبتدي جديد يقول لي ايه رايك اعمل المسلسل ده، اقول له بسرعه اجري امضي بسرعه واعمل 3 و10 لحد ما الناس تعرفك، وبعدين بقى لو انت بتحب السينما تخصص. فانت خلصت الانتشار من المسلسلات، خلاص الناس عرفت وشي. فعايز اعمل اللي انا بحبه. وده حس اخراجي شويه، ان انت عايز تهتم بالصوره اكتر ما بين الكلام والجمل الله ينور على حضرتك بالظبط. هتخلص وتروح وانا اتمنى هروح فين؟ مش عايز تعرف. انت يومك اصلا روتيني ولا يومك كل يوم على الله في حته؟ لا على الله ان شاء الله. والله كل يوم في حاجه. بس يعني عامه عندي روتين. بس اليوم نفسه ما بيبقاش روتيني. اوكي. رجعت تتمرن؟ بقالي 6 سنين. ديديكيتد جدا التمرين. بتمرن 6 سنين. اوكي. واكلك؟ دي احلى حاجه بقى. عشان بحب الاكل جدا. اوكي. فلما بقيت اشيل الحاجات اللي بتمرض، اوكي، واللي بتخلي القلب اضعف زي الزيت والسمنه والسكر والملح، عملت كده. بقيت تستمتع بالاكل اكتر. اوكي. نظفت اكلك تماما 100%. اوكي. وده فارق معاك في شكلك وخلاص فات سود بقى من هنا ورايح. خلاص. وسيت ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. انا مبسوط جدا انت كنت معانا. انا انبسطت جدا. انت عارف انا بحبك قد ايه يا عمرو. انا عارف جدا، ومن الناس اللي شجعوني والله، وكفايه ان انت جيت وشرفتني يا باشا. على راسي يا باشا. ودايما على طبيعتك، ودايما على حقيقتك، ودايما بسيط، ودايما ناجح، والناس بتحبك يا رب ان شاء الله يعني. ثانك يو. وعقبال ما نشتغل مع بعض انا متحمس. وان شاء الله تحصل حاسس. واحضر اول فيلم من اخراجك باذن الله ان شاء الله. شكرا جدا. Cheers to that. شكرا.